ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى النهارده تكونوا بخير. لو لسه اول مره تشوفوني، انا اسمي ميادة مجدي. النهارده جبت 2 كيلو لبن عايزين نملى بيهم البيت خير. جبت فيديو جديد من نوعه. قلت نملى بيهم البيت خير بدل ما بنجيب الجبنه القريش من بره. قلت اعملها معاكم في البيت ونعمل نطلع قشطه ونطلع من ال2 كيلو لبن نطلع الرايب، ونشوف هنعمل بيها ايه. هنستفاد منه بكل حاجة. اول خطوة هندفيه على النار، يعني درجة الحرارة اللي ايدينا، يعني نحط ايدينا فيها كده بالراحة، صابعنا فيها تستحملها، يعني ميبقاش سخن ولا نغليه ولا اي حاجة. احنا هنحط الحلة على النار، ال2 كيلو لبن زي ما انا حطاهم كده لحد ما احس ان هو بقى اللبن فطر. والخطوة الجاية هقولكم هنعمل ايه مع بعض. جبت بقى الطاجن الجميل ده، حط فيه ال2 كيلو لبن. واهم حاجه ان اللبن يكون طازه، ونكون جايبينه من حته زي مثلا اللي هو اللبن اللي بيجي من الجناين، بيجي من الارياف. اللبن اللي هو بخيره ويكون طازه، الاحسن ان هو يكون طازه. اهم حاجه نتخلص من السقوعيه اللي فيه. بس كده انا غطيته بالطبق، وهحطه بقى في مكان، يعني الفرن هنحطه في الفرن، هنحطه مثلا لو في مكان يبقى ضلمه. اهم حاجه المكان يبقى ضلمه، ده الاحسن. نحطه في الفرن، بس اهم حاجه ما نقعدش نحرك في الفرن كتير عشان ما يتحركش وتبوظ معانا الحاجه اللي احنا هنعملها. هسيبه من يوم ونص كده ليومين، هشوف حسب عوامل الجو بقى، هشوف هيقعد معايا قد ايه وهقول لكم برضو. دول كده ال2 كيلو لبن اللي دفيناهم على النار امبارح. خليناهم زي دمعة العين، مش اكتر من كده، عشان لو دخل في مرحله الغليان هيبوظ مننا ومش هيبقى ليه اي لازمه خلاص ان هو يروب مني. طبعا انا حطيته فين؟ حطيته في مكان ان انا مش عايزاه حتى يعني يتهز كده في اي مكان، ولا في الفرن ان انا استخدمها يتهز او يحصل له اي حاجه، عشان الهزه دي بتبوظه. طبعا حطيته فين؟ حطيته عندي بار، حطيته في الضرفه بتاعه البار. لازم يتحط في مكان ضلمه وقفل، متقلقوش مش هيعمل ريحه ومش هيعمل اي حاجه. حطيناه امبارح بالليل، النهارده فتحت عليه. هنعرف ازاي ان هو كده في التمام؟ هنهزه كده اهو بالراحه بالراحه خالص اهو. بصوا بقى عامل زي الزبادي كده، هو راب مني. هناخد بقى الخير بتاعه، هناخد الوش اللي هو القشطه ده. طبعا اللبن جاي طازه وبخيره، ولازم نكون جايبينه من حد مضمون واحنا عارفينه. جبت بقى مصفى، لازم حاجه تكون عاليه بالشكل ده عشان تنزل الشرش بتاع اللبن. اول حاجه دي هسيبها كده دلوقتي عشان دي هحتاجها للجبنه. اهم حاجه انا عايزه اخد القشطه، وعايزه اعرف، جبت الميزان عشان اعرف معاكم وزن القشطه هيبقى قد ايه. جبت بقى حله الصغيره دي ليها غطا كده، انا بحب الحله دي قوي، جبتها عشان اوزن القشطه. لو حابين طبعا تشيلوا القشطه بايديكم عادي، ممكن جدا يعني، مش هتضايقنا في حاجه لو احنا شلناها بايدينا. بس انا حابه اشيلها بالراحه كده بالمعلقه. بسم الله كده، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اهو بصوا باين جدا الفرق. القشطه بصوا بعملها ازاي. ليه بقى هي فصلت مني كده ونجحت معايا؟ عشان انا شلتها حوالي ساعتين او 3 في التلاجة. وطبعا كلها خير برضو، الجبنه اللي هنعملها كلها خير. واهم حاجه في الموضوع ده يبقى عندنا شاشه قطن، دي بتتجاب عادي من عند بتاع القماش. اهو بصوا يا جماعه ما شاء الله مفيهوش اي حاجه. انا جبت الميزان عشان اوريكم بس هيطلع لي قشطه قد ايه. القشطه دي لو انا عايزه اعمل منها سمنه بلدي هقول لكم برده هنعملها ازاي، بس انا حابه احطها في التلاجة ناكل بقى بيها اي حاجه، اعمل منها فطير ناكل بيها بقى الفطير. ده كده دليل ان اللبن ده دسم جدا، ده لبن من الجناين مش من هنا. اللي من السويس هيجيبوا من حد يبقى عارفه في الجناين. بصوا لو حسيتوا ان حته جبنه بتطلع كده معاها بالراحه هنشيلها وهنرجعها كده بالراحه.
لان اساسا الفرق بين القشطه والجبنه باين قوي. ثواني بقى كده بالراحه عشان عايزين ايه. بصوا دول 2 كيلو لبن طلعوا معايا ازيد من ربع كيلو قشطه. بسم الله ما شاء الله، يعني ده كده دليل ان اللبن بخيره. نيجي بقى للمرحله الثانيه. الشاشه دي عندي انا ببقى عاملاها للكسكسي او ان هي اعمل بيها حاجه زي كده نضيفه ما فيهاش اي حاجه. اجي بقى اروح احطها في المصفى، مش هعمل بقى في حصيره ولا في الكلام ده. طالما عندي الشاشه دي هي بتفرق في الرسم على فكره مش اكتر يعني، وبتديني نفس النتيجه. طبعا نضيفه وغسلاها وببقى شايلاها. بس كده، ونسمي الله بقى وننزل بالجبنه بتاعتنا. بصوا ما شاء الله بجد. طبعا اللي هينزل الشرشه ده هنعجن بيه بقى، نعمل قرص، نعجن بيه فطير، نعجن بيه اي حاجه. اوعوا تفكروا ان هو هيترمي. لو مش هتستخدموه مؤخرا، هنحتاج ان احنا هتشيلوه في الفريزر. بصوا بقى، هنحط معلقه ملح كده مليانه، المعلقه دي صغيره، ارشها كده على الجبنه بتاعتي. انا مش يعني في الغالب ما بحبهاش مالحه قوي، حطيت معلقه وربع. دي كده هتبقى الجبنه القريش بتاعتنا. تقليبه صغيره كده. طبعا انا استخدمت المعلقه السيليكون عشان هي بتجيب من الاخر بصراحه. نيجي بقى نروح رافعين، مش هنفضل ماسكينها كده، احنا هنسيبها في المصفى اهي. شايفين الخير اللي بينزل ده هناخده، مش هنسيبه يعني، شويه كده ناخده، والباقي بقى اللي هينزل اللي هنبيتها فيه ده لما ينزل منها تاني خلاص بقى كده تمام. بصوا اللفه دي لفها كده كويس، نحطها كده، ونروح جايبين حاجه وزنها تقيل، يعني نجيب حاجه كده وزنها تقيل ونروح. يعني انا بصوا ربطتها كده وهربطها بقى، اعملها كده واروح ربطها. حله اي حاجه وزنها حوالي 4 كيلو، نحطها بقى كده عليها ونبيتها، وتاني يوم الصبح هوريكم بقى هنعمل ايه مع بعض. كده احنا تاني يوم الصبح اهو، فتحت على الجبنه، خدت اول شرش نزلته، خدت اول شرش اللي هو بتنزل اول حاجه ده، شلته في الفريزر عشان ابقى استخدمه في بيتزا بقى، في اي معجنات. بصوا نزلت ده كمان، نزلت ميه بقى بتاعتها وخلاص تمام. لما اجي هشيلها في التلاجة هحطها في شويه لبن كده، عادي ضغطوا عليها جامد مفيش اي مشكله. اهو بصوا بتلم معايا ازاي. لازم نضغط عليها جامد عشان نطلعها كده، نخرطها عشان نطلعها كده نقطعها. لو في طبعا شاشه عندكم غير دي هيبقى احسن ان انتوا تنقلوها فيها، وتبتدوا بقى ان انتوا ايه تعصروها تاني او تعملوها تاني، لان كده بتبقى افضل بكتير. بس انا طبعا ما عنديش غير الشاشه دي، في واحده تانية بس دي مخليها الزيتون بقى الاسود بعملها بيها. التانية اللي عندي مخليها الزيتون اسود، لكن دي مخليها زي ما قلت لكم دي بتاعه الكسكسي. بس طالما خلاص عملت بيها جبنه فانا هخليها بقى للجبنه. نبقى نشوف نشتري بقى، بتتباع عند بتاع القماش دي مش غاليه اهو زي ما انتوا شايفين كده. بصوا عايزين بقى، انا جبت الميزان عشان ايه اقول لكم ال2 كيلو لبن هيطلعوا معايا قد ايه جبنه قريش، عشان اوريكم هي هتوزن معايا قد ايه. دول كده 2 كيلو لبن تمام. بسم الله. بصوا بالراحه ان هي تبقى طازه كده، متبقاش يعني اللي هي متماسكه قوي. بصوا وقت بقى ما بتقعد في التلاجة بتبقى ما شاء الله عليها. لو في بقى شاشه تانية وانتوا بتلفوها زي ما انا عملتها كده وحطيتوها فيها ولفتوها تبقى ماسكه نفسها عن كده. بس انا عشان الشاشه اللي عندي مبلوله بس على قد ما قدرت، وهي ايه الميه ما بقتش فيها برضو.
طلعت طبعا القشطه اللي انا وريتها لكم منها امبارح، بتتضرب بالمضرب لحد ما بتفصل الميه بتاعتها وبتبقى زبده. ناخدها بقى نكورها، وهوريكم برضو الطريقه دي في مره تانية، لان محتاجه لبن كتير، يعني محتاجه ان انا احوش كتير قشطه عشان اعملها لكم. بصوا هي طلعت لي بالظبط 425 جرام، يعني كميه معقوله وجميله اهي. بقى ما عملت الجبنه ووريتها لكم، همسك بقى القشطه وهجرب بقى معاكم الحته الصغنونه دي كده نعملها كوره زبده. طبعا هي نصها اتاكل، انا قلت لكم ان هي طلعت ازيد من ربع كيلو. انا قلت اعملها معاكم عشان كتجربه ان انتوا تبقوا عارفين، عشان الفيديو يبقى كامل ميبقاش ناقصه حاجه. وكمان هعملها لكم بايدي، يعني مش هي اصلا مش محتاجه مضرب يعني، بس انا قلت بالمره اوريها لكم، حتى لو هتطلع لي حته صغيره بس ايه. بصوا ما بتبتدي تحبب كده، ايه بقى كده داخل ان هي ايه هتفصل. نكمل بقى. خرزت كده معانا كده، هي بتبتدي ايه اهي، تبتدي تنزل اللبن بتاعها. يعني لو جايبين كميه لبن وعملناها بصوا لمت معايا اهي. وبكده تكون وصفه النهارده خلصت. اتمنى اكون خفيفه على قلوبكم. ما تنسوش بقى اللايك والشير لو عجبكم الفيديو. ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. كده عملنا مع بعض من 2 كيلو لبن. الجبنه القريش هنقول مثلا نص كيلو، وكرة الزبده طلعتها من القشطه، وانا قلت لكم ان نصها خلص. لو ما كانش نصها، نص القشطه خلص، انا كنت طلعت المفروض كورتين منها. بصوا الزبده فظيعه، حلوه حلوه قوي. انا جبتها لكم عند الضوء عشان تشوفوها. اشوفكم المره الجايه على خير، وباي باي.